كان هذا في حروب إسرائيل التي شنت على مصر ودول عربية أخرى. يساق الجنود والضباط المصريون أسرى بالمئات، يعذبون ويقتلون بالعشرات وفقا لتقارير موثوقة اعتبر بعضها ذلك جرائم حرب لا تسقط بالتقادم. وثمة من استند إلى صور كهذه ليتحدث عن إرهاب الدولة ويقصد إسرائيل، لكن البعض في القاهرة لا ينظر إلى الأمر في سياقه العريض فيعوم ما يعتبره كثيرون إرهابا تمارسه في المنطقة. ببساطة لم تعد إسرائيل عدوا. يلتقي وزير الخارجية المصري أوائل الثانوية في بلاده فيسأله أحد الطلاب سؤالا واضحا: إزاي إسرائيل مع إنها في وسط الوطن العربي يعني حواليها بتحدث عمليات الإرهاب كتير؟ لا يرد سامح شكري مباشرة، وللوهلة الأولى يبدو أنه فهم السؤال خطأ. إسرائيل نظرا لتاريخها مجتمع عنصر الأمن والأمان فيه مرتفع، لأنه يعني من منظوره كان من 48 بواجه تحديات كثيرة. الأسوأ في رأي البعض يأتي فيما بعد. يتحدث الرجل كأكاديمي غير ملم بتفاصيل الصراع في المنطقة، يحاول أن يفسر، فإسرائيل التي التقى الرجل رئيس وزرائها ربما تكون لديها أسباب، فهي منذ عام 48 وهو تاريخ سلب الفلسطينيين وطنهم وإعلان دولة إسرائيل على أراضيهم، واجهت في رأي الوزير المصري تحديات كثيرة. لذلك فإن فكرة الأمن والأمان والسيطرة على الأرض وإحكام إغلاق المنافذ أساسية لدى ساستها كما قال. أما الإرهاب فلا اتفاق لدى المجتمع الدولي على تعريفه. هذا بالتأكيد لم يكن رأي القاضي والمحقق الدولي ريتشارد جولدستون الذي زار غزة بعد الحرب عليها متقصيا ما فعله الجيش الإسرائيلي هناك، وخلص إلى أن ثمة جرائم حرب ارتكبت هنا في غزة، بينما يضيف آخرون إنها ما زالت ترتكب. هنا يهتف مصريون لفلسطين قبل أعوام قليلة وهم أنفسهم رأوا صورا كهذه فلم يصدقوا أن بلادهم تخنق قطاع غزة المجاور. لقد تغير العدو على ما يقول البعض، فلم يعد إسرائيل بل غزة. شيطنت في الإعلام وحوصرت في المعابر والخطاب السياسي، بينما توثقت العلاقات مع من كان عدوا وساق جنود مصر وضباطها أسرى وعذبهم وقتلهم. فماذا كان الرد؟ اعتقال مصر الأخرى وفلسطينيين في معتقلات ظنها البعض غوانتنامو. هنا تحبس مصر الحقيقية كما يؤكد كثيرون.